ابن تيمية يطعن في دين الإمام علي ويتهمه بأن هجرته لم تكن لله ورسوله، وإنما كانت لامرأة يتزوجها قصدا منه في إيذاء السيدة فاطمة عليها السلام. يعني بيقول هو في الهجرة هاجر عشان يتجوز على فاطمة. طب حتى لا يكون الكلام مرسلا، قال في الهجرة ما كان يكون متزوج من السيدة فاطمة أصلا. ده شوف الغباء المستفحل لحد فين. قال في منهاج صفحة الجزء الرابع صفحة 255 طبعة قرطبة، لكن المقصود ده نص كلام ابن تيمية، لكن المقصود أنه لو قدر أن أبا بكر أذاها فلم يؤذها لغرض نفسه بل ليطيع الله ورسوله ويوصل الحق إلى مستحقه، وعلي كان قصده أن يتزوج عليها فله في أذاها غرض بخلاف أبي بكر، فعلم أن أبا بكر كلامه كان أبعد أن يذم بأذاها من علي، وأنه قصد طاعة الله ورسوله بما لا حظ له فيه، بخلاف علي فإنه كان له حظ فيما رادها به، وأبو بكر كان من جنس من هاجر إلى الله ورسوله، وهذا لا يشبه من كان مقصوده امرأة يتزوجها. طب ده كلامه بنصه. طب وده ينفع؟ ابن تيمية يهوى التنقيص من الإمام علي مما استدعى علماء عصره أن يحكموا عليه بالنفاق. قال الحافظ ابن حجر في كتاب الدرر الكامنة في أعيان 108 الجزء الأول صفحة 181 والتي تليها طبع دار المعرفة بيروت. اسمع يا عمي. ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله المتقدم في شأن الإمام علي، ولقوله في الإمام علي إنه كان مخذولا حيثما توجه، وأنه حاول الخلافة مرارا فلم ينلها، وإنما قاتل للرئاسة لا للديانة، ولقوله إنه كان يحب الرئاسة وإن كان عثمان يحب المال، ولقوله أبو بكر أسلم شيخا اسمع يدري ما يقول، وعلي أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه على قول. وبكلامه في قصة خطبة بنت أبي جهل ومات ما نسيها، يعني عاوز يقول ان الامام علي لما جه يخطب بنت ابي جهل والله لا تجتمع بنت رسول الله مع رجل مع بنت عدو الله، بيقول فقال ايه؟ قال ده انه يعشقها مات وما نسيها. وقصة ابي العاص بن الربيع وما يؤخذ من مفهومها فانه شنع في ذلك فألزموه بالنفاق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. كلام كثير يا دكتور عبد الحليم. الإمام تقي الدين الحصني قال جملة في ابن تيمية، قال إيه؟ في نفسه بيوصف مين؟ ابن تيمية. في نفسه ضغينة لرسول الله وأهل بيته وكان معاصرا لابن تيمية، وهكذا كلام كتير جدا بس عشان وقت البرنامج نحن نحيل ابن تيمية بهذا الأمر يقع تحت طائلة حديث النبي في مسلم والترمذي وابن حبان وابن أبي شيبة وأحمد وكثير من المحدثين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حقه عليه السلام لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فبشهادة النبي وما بعد قوله من مقال كل من ينتقص الإمام عليا فهو منافق بشهادة النبي، وقد حكم علماء عصر ابن تيمية عليه بالنفاق بهذا الكلام في الإمام علي. نعم أحسنتم. صلى الله لك سيدي. يعني فضيلة مولانا الشيخ النادي البدري الشريف، الحقيقة يعني ما ينكره ابن تيمية في حديث الغدير هو يبدو أنه منسجم مع الموقف العام لديه، فلا غرابة يعني أنه يسير في ذلك الاتجاه. لكن نريد أن تثبتوا قضية أهل البيت يوم الغدير بشطر آخر من الخطبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير انظروا
كيف تخلفوني في الثقلين. نعم. فنادى مناد وما الثقلان يا رسول الله. الله. لأن القرآن بيقول سنفرغ لكم أيها الثقلان. أيها الثقلان. نعم. قالوا الإنس والجن. نعم. فهو الرجل بيسأل صرف اللفظ إلى ذهن الناس. هل هم المقصد الإنس والجن؟ نعم. لا. فنادى مناد وما الثقلان يا رسول الله. قال الثقل الأكبر كتاب الله. نعم. الله طرف بيد الله عز وجل. نعم. وطرف بأيديكم فتمسكوا به لا تضلوا. نعم. والآخر الأصغر عطرتي. أهل بيتي. وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض فسألت ذلك لهما ربي فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. صحيح. فلماذا ربط رسول الله صلى الله عليه وآله بين الكتاب والعترة نعم. في هذا الحديث نعم. في يوم غدير خم؟ نعم. وما الضرر في الفصل بينهما؟ نعم. انتهى سؤال حضرتك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل بكمالك وجمالك على سيد خلقك وإمام أنبيائك ورسلك سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا محمد. وعذرا معذرة سيدي يا رسول الله فيما يلقى على أسماعنا وعلى أفئدتنا من هذه المسوخ البشرية. أنا أطمئن خاطر أخويا فضيلة العالم الجليل سيدنا الشيخ محمد الجويش وخاطر حضرتك وخاطر المشاهدين من هذا القذر الذي قيل على لسان ابن تيمية بأن من سب الله تعالى واستنقص من ذات الله تعالى لا تستبعد عليه بعد ذلك أن يقول ما يقول في حضرة رسول الله أو في حضرة مولانا الإمام علي من طهرهم الله إنهم يعادون قضية المعاداة هنا والخصومة هي معاداة بينهم وبين الله. أستأذنك مولانا. اتفضل حبيبي. أنا عايز أسمع الإجابة بتاعتك دي على بعضها مش عايز أقطعك. حاضر. قبل ما تبدأ كده هاخد بس المداخلة المختصرة ده. اتفضل. وهسيبك يعني إحنا فعلا الشيخ محمد الجويش أنا شخصيا في نار في صدري. نعم حبيبي. مما سمعت. نعم حبيبي. من هذا الكلام. نعم حبيبي. فأنا عايزك تطفئ هذه كلام ابن تيمية يا دكتور اللي انت ذكرته كلام ابن تيمية. نعم سيدي. نعم. فعشان بس ما نقطعكش في وسط الكلام قبل ما تبدأ كده هناخد المداخلة. اتفضل حبيبي. معنا الآن اتصال تليفوني من فضيلة العالم الجليل الشيخ مصطفى سعفان من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلتك متابع معنا اللقاء من بدايته؟ إن شاء الله عز وجل من البداية. طيب يا سيدنا. احنا طبعا مواقف الاستشهاد بحديث الغدير تعددت. نعم. وخصوصا من مولانا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. نعم. فنود أن تبينوا للسادة المشاهدين كيف تم ذلك وماذا قال الإمام علي وهو يستشهد بحديث الغدير. نعم. في البداية حي الله قناة الثقلين وحي الله فضيلتك يا دكتور عبد الحليم وضيوفك الكرام فضيلة الشيخ النادي البدري وفضيلة الشيخ محمد الجويش وأسأل الله عز وجل أن يسدد على الحق خطاكم. نقول ما أجمل الحديث إذا كان عن أمير المؤمنين الإمام علي. نعم. كرم الله وجهه وعليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه. الإمام علي تحققت إرادة الله عز وجل في العناية بإشهار حديث الغدير لتتداوله الألسن وتلوكه أشداق الرواة حتى يكون حجة قائمة لحامية دينه الإمام المقتدى عليه السلام. كما لم يفتأ أمير المؤمنين الإمام علي كرم الله وجهه بنفسه يحتج بهذه الواقعة طيلة حياته الكريمة وينشد السامعين لها من الصحابة الحضور في حجة الوداع في المنتديات ومجتمعات لفائف الناس كل ذلك لتبقى غضة طرية على مر الأيام وعلى مر الأعوام. اسمع فضيلتك يا دكتور عبد الحليم إلى الإمام علي
وهو يقول ذلك وللسادة المشاهدين جميعا، يقول: محمد النبي أخي وصنوي، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد صلى الله عليه وسلم، وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وصبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا على ما كان من فهمي وعلمي، فأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يلقى الإله غدا بظلمي. نسأل الله عز وجل أن يسدد دائما على الحق خطاكم، وأن يجعلنا من التابعين دائما إلى الحق وإلى الصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ مصطفى سعفان من علماء الأزهر الشريف، الحقيقة برضو روح الأزهر جه وعبق المحبين لآل البيت. فويل ثم ويل ثم ويل لمن يلقى الإله غدا بظلمي، وكأن الإمام عليا يرى أشباه هؤلاء الذين يسيئون إليه. نعم سيدنا. نعود إليك يا مولانا. تفضل يا حبيبي. ونقول: لماذا ربط رسول الله بين الكتاب والعترة في حديث الغدير؟ نعم. وما الضرر من الفصل بينهما؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا محمد صلاة تصلون به وتجمعنا عليه في الدنيا قبل الآخرة. نعم. وبعد، حضرتك هذا الربط من سيد الخلق وسيد البلغاء وسيد الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله على حضرته وآله، ربط منهجي قرآني سماوي. يعني الرسول صلى الله على حضرته وآله يوصل إلينا على قدرنا منهج القرآن في الربط بين المنهج والمعلم. اقرأ في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن. وفي علم تحتاج إلى مفعولين، ذكر مفعول واحد، والثاني لشهرة العلم به لم يذكر، وهو سيد الخلق رسول الله. لم ينزل كتاب على أي رسول من الرسل أو الأنبياء اسمه القرآن إلا سيد الخلق رسول الله صلى الله على حضرته وآله. فالرحمن علم القرآن، أدي مذكور سيد الخلق رسول الله هنا. خلق الإنسان علمه البيان، قبل البيان وقبل تعليم البيان الإنسان الكامل صلى الله عليه وآله. هذا منهج القرآن، ليقول لنا أن القرآن وحده لا يكفي أن يكون منهج تقويم. حتى في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. التي هي أقوم بهذا الوصف في الجملة الموصولة يقول عن الطريقة الأقوم. طب الطريقة دي علمنا الله أن لها أصحاب، يعني لا ينفرد القرآن إلا أن يوصلك لغاية طريق الناس دول فقط. والناس دول مين؟ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. هم أهل البيت، هم المذكورين في فاتحة الكتاب، صراط الذين أنعمت عليهم. كان ممكن يقول ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الله، إنما قال الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نسب الصراط لهم، للأدلاء السرج الذين يدعون إلى الله بإذنه، لا يدعون إلى أنفسهم. فيه دعاء كثير اليوم على الساحة يدعون إلى أنفسهم ولا يدعون إلى الله، يدعون إلى اليورو، يدعون إلى الدولار، يدعون إلى امتلاك القنوات الفضائية، إنما داعيا إلى الله، داعيا إلى الله بإذنه. فأراد سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله ألا يفصل ذهنية المكلف
بين المعلم والمنهج، بين الإمام القدوة وبين القرآن، فمزج بين العترة والقرآن هذا المزيج الذي